رتحتوا مزيان هنايا ومركم بخير. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله نخدم معكم كيكه مميزه كتجي رائعه بالتفاح. ما نقول لكمش كي كتجي خطيره، غادي تجربوها وغادي تعجبكم بزاف ان شاء الله. فيهاش مقادير بزاف وسهله. نبداو ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاه وابدى السلام. عندي 2 كيسان ونص ديال الطحين، عندي كاس لافيا الزيت، كاس لافيا سنيده، كاس ديال العصير، فلون بنكهه الموز او البنان، فاني، 2 ديال البيضات، 2 تفاحات، وقبصه الملح، و2 خمارات. هادشي كامل كنديروه في الكاس ديال العصير وكنطحنوه. خديت انا 2 تفاحات نقيتهم وحيدت لهم القشره وبعضهم داكشي وقطعتهم درتهم في الكاس ديال العصير. كنزيد عليهم كاس ديال البرتقال او عصير الليمون او عسل حامض او دانون اللي كان عندكم. كنزيد كاس لافيا سنيده، كاس لافيا الزيت، الملح، كتجي خفيفه بزاف. الخماره غادي نديروها مع دوك 2 كيسان ديال الدقيق ونص. كنزيد داك الساشي ديال الفلون بنكهه البنان و2 بيضات. صافي غنخلطو كلشي مزيان. زدت الفاني وغنضربوهم بالكاس مزيان حتى كيتخلط كلشي وكيتطحن داك التفاح. صافي طحنوهم مزيان هانتوما كتشوفوا. صافي نحطوا الخليط في واحد البانيو ولا واحد البول ولا واحد السفيره وكنزيدوا الطحين وديك 2 خمارات. الطحين على حساب الجوده ديالو البنات. الا شفتوها المهم تقدروا ديروا عينكم ميزانكم 2 كيسان وشوفوا الا كانت خاصكم زيدوا، كنت خاصكمش بارك. المهم باش كنعرفوا ما خاصناش كنهزوا الفوي ملي كنخلطوا كنديروا ديك العمليه ديال الثمانيه كنكتبوها فوق العجينه. الا ما هبطتناش راه صافي هذاك هو السمك ديالنا. حيت الا خففتوا نقصتوا الطحين كتشوفوها طالعه في الفران. ملي كتطلع ملي كتجيو تخرجوها كتهبط لكم الا كانت خفيفه. زدتوا الطحين ثاني كتجيكم ثقيله شويه. بنتي راه كتعاونني قالك باغا تخلطها، هي قالك خصني نخلطها ماما معاك. هانتوما كتشوفوا شتي الخليط الا عطاكم رقم 8 صافي راه 2 كيسان كافيين. غير الا خاصكم زيدوا شي حاجه، ما خاصكمش صافي. المول انا كندهنو بالزبيده اولا الزيت وكنرشوا الطحين حتى من الفوق. ديما رشوا المول حتى الفوق. ملي كيكون مرشوش كيطلع الحجم ديال الكيك، يعني الفوليوم كيطلع كتجي خفيفه وزوينه. صافي هنا انا غادي نحك واحد التفاحه ونزيد عليها شويه ديال سنيده، شويه القرفه وفاني وواحد الحفينه ديال اللوز ايفيلي. القرفه والفاني كتواتى بزاف مع التفاح. بغيتو ديروا القرفه ديروا غير الفاني وديك معلقه سنيده مع التفاحه محكوكه وداك اللوز ايفيلي كتخلطوا مزيان. وكنبقاو نحطو فوق الكيك ديالنا في الوجه ديالها وهي خضراء. صافي هنايا انا غادي
نعمر لها الوجه ديالها كامل من هذا الخليط ديال التفاحة محكوكة هي واللوز ايبيلي، معلقة السكر والقريفة والفاني، وندخلها للفران. كنشعل عليها غير لتحت وكنخليها طيب. كنديرها في الرف الفوقاني، ما ديروش كاع منها العافية، كحزوها شويه الفوق. المهم في الجهه الفوقانيه ماشي تحت العافيه، حتى كطلع مزيان. لا ذهبت صافي، ما ذهبتش تشعلوا لها الفوق، ولا كانت الغاز تهبطوها لتحت صافي. ونخرجوا الكيكه ديالنا ونتناولوها بالصحه والراحه. هذاك الماجيز اللي كاين الفوق كيجي بحال الكرامبل، كيجي خطير واعر بزاف، زوينه وبنينه. نتمنى تجربوها ان شاء الله في صباح العيد يا ربي، كتجي غزاله. او اي وقت ماشي غير في العيد، راه ايامنا الحمد لله كلها اعياد في اعياد الحمد لله. صافي هذه الكيكه ديالنا. انا غادي نديرها في التبصيل ديالها، وغادي نخططها بالشوكولاط الكحل والبيض كتزين وصافي، باش تعطينا شويه نظرة العين. صافي كنخلطها بالشوكولاط كحل وبيض ونقدموها بالصحه والراحه. كتجي غزاله، كتجي فنه مع داك التفاح الداخل اللي فيها مطحون. خطره اخرى ان شاء الله غادي ندير لكم ديال التفاح بلا بيض، هي كتجي غزاله وخفيفه وزوينه. بالنسبه للناس اللي عنده الحساسيه ديال البيض، نحيدوا البيض ونديرها لكم، كتجي رائعه. الكيكه ديالنا هي هذه، والفيديو ديالنا هنا سهله. نتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، وغنخليكم ان شاء الله مع تتمه الفيديو. مع السلامه، الى فيديو جاي بحول الله، وفرجه ممتعه. يلا 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 كوري.